السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في القناه وفي فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم جيت باش نشارك معكم اقتراحات وجبات اللي تنقصي منهم الوزن بدون حرمان. غادي يكونوا جوج وجبات في اليوم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه وكل وحده توصل الوزن اللي كتمنى. ونهار جديد ووجبات جديده. اليوم الاول من هذا الاسبوع بالنسبه للوجبه الاولى فعندي فيها جوج حبات ديال البيض مسلوقين، 10 الحبات ديال المكسرات، حبه ديال التفاح وواحد الياغورت طبيعي. هذه هي الوجبه الاولى ديالي. نتلاقاو بلاتي في الوجبه الثانيه. ودابا رجعت معكم من جديد باش نشارك معكم الوجبه الثانيه ديالي اللي عندي فيها شوربه ديال الخضر، وعندي سلطه فيها الخس، نصف خياره وثلاثه الحبات ديال الطماطم الصغيره و100 غرام ديال الكفته مشويه شوها في الفرن او في القلايه الهوائيه. هذه هي الوجبه ديالي الثانيه والاخيره، وبهكذا نكون شاركت معكم اشنو خديت النهار كله. نشوفكم غدا ونهار جديد ووجبات جديده. اليوم الثاني مع بعضنا. بالنسبه للوجبه الاولى فعندي فيها سلطه فيها الخس، نصف خياره وثلاثه الحبات ديال الطماطم الصغيره، عندي جوج حبات ديال البيض مسلوقين، 20 غرام ديال الجبن ونص حبه ديال لافوكا صغيره عملت عليهم رشه ديال الزرارع. هذه هي الوجبه الاولى ديالي. نتلاقاو بلاتي في الوجبه الثانيه. ودابا رجعت معكم من جديد باش نشارك معكم الوجبه الثانيه ديالي اللي عندي فيها قطعه ديال الدجاج، عندي الخضر عملت البروكولي والجزر ونص حبه صغيره ديال البطاطس، وعندي ياغورت طبيعي، وفي الفاكهه خديت حبه ديال الكيوي. هذه هي الوجبه ديالي الثانيه والاخيره، وبهكذا نكون شاركت معكم اشنو خديت النهار كله. نشوفكم غدا ونهار جديد ووجبات جديده. اليوم الثالث مع بعضنا. بالنسبه للوجبه الاولى فعندي فيها جوج حبات ديال البيض اللي عملت معهم 30 غرام ديال الشوفان وطيبتهم على شكل اومليت. بعد ذلك فاش قلبت الاومليت ديالي دهنتها بملعقه ديال صلصه الطماطم، شي شويه ديال البصله وشي شويه ديال الفلافل الالوان، ملعقه هكذا ديال الجبن، ورشيت عليها الزعتر وثلاثه الحبات ديال الزيتون. عملتها هكذا على شكل بيتزا، وخديت معها كاس ديال الشاي و10 الحبات ديال المكسرات. هذه هي الوجبه الاولى ديالي. نتلاقاو بلاتي في الوجبه الثانيه. ودابا رجعت معكم من جديد باش نشارك معكم الوجبه الثانيه ديالي اللي عندي فيها سلطه فيها الخس، نصف خياره وثلاثه الحبات ديال الطماطم الصغيره، عندي فيها 50 غرام ديال الارز ديال القمح الكامل اللي طيبته هكذا مع شي شويه ديال البصله، الفلافل الالوان، شي شويه ديال الجلبان والجزر، وعندي 100 غرام ديال السمك وياغورت. هذه هي الوجبه ديالي الثانيه والاخيره، وبهكذا نكون شاركت معكم اشنو خديت النهار كله. نشوفكم غدا ونهار جديد ووجبات جديده. اليوم الرابع مع بعضنا. بالنسبه للوجبه الاولى فخديت حبه ديال الطماطم الحجم ديالها هكذا متوسط، قطعتها دوائر، عملتها في مقلاة وعملت عليها جوج حبات ديال البيض وشي شويه ديال البصله، ووضعت عليهم هذا خبز تورتيلا ديال القمح الكامل. الوزن ديالو 36 غرام، ممكن تاخذوا حتى 50 غرام. وهكذا عملت واحد الملعقه كبيره ديال الجبن وسديت عليهم هكذا باش حضرت هذا الساندويتش. خديت 6 الحبات ديال الزيتون الاسود و6 ديال الانصاف ديال الكركاع وكاس ديال الشاي. هذه هي الوجبه الاولى ديالي. نتلاقاو بلاتي في الوجبه الثانيه. ودابا رجعت معكم من جديد باش نشارك معكم الوجبه الثانيه ديالي اللي عندي فيها سلطه فيها الخس، نصف خياره وثلاثه الحبات ديال الطماطم الصغيره وعلبه ديال الطون ديال الماء. الا كانت ديال الزيت فصفيوها وغسلوها. عندي 50 غرام ديال البطاطس، او ممكن تاخذوا حبه صغيره اللي طيبتها في القلايه الهوائيه، وخديت نص حبه ديال الفاكهه ديال الكاكي لانها كبيره، الا كانت صغيره خذوا حبه كامله. هذه هي الوجبه ديالي الثانيه والاخيره، وبهكذا نكون شارك معكم اشنو خديت النهار كله. نشوفكم غدا ونهار جديد ووجبات جديده. اليوم الخامس مع بعضنا. بالنسبه للوجبه الاولى فعندي فيها سلطه فيها الخس، نصف خياره وثلاثه الحبات ديال الطماطم الصغيره، وخديت واحد طوست ديال القمح الكامل والنخاله، دهنته هكذا بملعقه صغيره ديال الجبن وعملت عليه حبه ديال البيض اومليت. هذه هي الوجبه الاولى ديالي. نتلاقاو بلاتي في الوجبه الثانيه. ودابا رجعت معكم من جديد باش نشارك معكم الوجبه الثانيه ديالي اللي عندي فيها البصاره. عندي 4 الحبات ديال الكالامار اللي طيبتهم في القلايه الهوائيه، وفي الفاكهه خديت حبه ديال البعويده او الاجاص. هذه هي الوجبه ديالي الثانيه والاخيره، وبهكذا نكون شاركت معكم اشنو خديت النهار كله. نشوفكم غدا ونهار جديد ووجبات جديده. اليوم السادس مع بعضنا. بالنسبه للوجبه الاولى فعندي فيها سلطه فيها الخس، نصف خياره وثلاثه حبات ديال الطماطم الصغيره وجوج حبات ديال البيض مسلوقين، كاس ديال الشاي، وعندي ميني براونيز ديال الموز. هذه هي الوجبه الاولى ديالي. نتلاقاو بلاتي في الوجبه الثانيه.
ودابا رجعت معكم من جديد باش نشارك معكم الوجبه الثانيه ديالي اللي عندي فيها قطعه ديال اللحم. ممكن هكذا طيبوها في الفرن او في القلايه الهوائيه على حسب الرغبه ديالكم. عندي اللوبيا اللي بخرتها وصوتيتها مع لي شو بروكسل. هذه هي الوجبه ديالي الثانيه والاخيره، وبهكذا نكون شاركت معكم اشنو خديت النهار كله. نشوفكم غدا ونهار جديد ووجبات جديده. اليوم السابع مع بعضنا. بالنسبه للوجبه الاولى فعندي فيها نص حبه ديال الخيار وجوج حبات ديال البيض مسلوقين اللي عملت عليهم رشه ديال الكمون. عندي 30 غرام ديال الشوفان ديال القمح الكامل اللي عملت معاه علبه ديال الياغورت طبيعي. وعملت هكذا من الفوق 10 غرام ديال الشوكولاته تكون نسبه الكاكاو فيها عاليه، عملتها هكذا مبشوره. و4 ديال الانصاف ديال جوز البيكان. هذه هي الوجبه الاولى ديالي. نتلاقاو بلاتي في الوجبه الثانيه. ودابا رجعت معكم من جديد باش نشارك معكم الوجبه الثانيه ديالي اللي حضرت فيها لازانيا بالدنجال والكفته. خديت هكذا حبه ديال الدنجال كبيره قطعتها هكذا بشكل طولي وعملتها في الفرن هكذا تشوى. بعد ذلك طيبت هكذا الكفته مع 100 غرام ديال الكفته مع حبه ديال الطماطم محكوكه مع شي شويه ديال البصله شي شويه ديال الفلافل الالوان والتوابل والربيع. وخديت المول هذا اللي كيدخل الفرن وعملت طبقه من الدنجال وطبقه من الكفته اللي حضرتها وطبقه اخرى من الدنجال وشي شويه من الجبن من الفوق ودخلتهم الفرن. خديت معاهم نص حبه ديال الكاكي لان الحجم ديالها كبير وعملت عليهم رشه هكذا خفيفه ديال بودر الشيا. هذه هي الوجبه ديالي الثانيه والاخيره، وبهكذا نكون شارك معكم اشنو خديت النهار كله. وبهكذا نكون شاركت معكم الاقتراحات ديال الاسبوع كامل. نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا ولو بقليل. نشوفكم في الفيديو الجاي على خير. مع السلامه.